الفانتاستيك فور كل افلامهم ما نجحتش، رغم ان كل حاجه بنحبها في مارفل بدات بسببهم. ده حتى مارفل نفسها بعد ما كانت خلاص على وشك انها تقفل، بدات عصرها الذهبي وتفوقت لاول مره في تاريخها على منافسها الاكبر والاقوى، دي سي كوميكس بتوع سوبرمان وباتمان. وده كان بعد نزول العدد الاول الفانتاستيك فور. حتى ستانلي مؤلف الكوميكس الشهير والعبقري كمل في عالم الكوميكس بعد ما كان قرر انه خلاص هيودع العالم ده كله الى الابد. وبرضه ده حصل بعد النجاح المذهل والغير متوقع لفريق فانتاستيك فور سنة 1961. وعشان بعد كده يكتب ستانلي كل الشخصيات اللي احنا عارفينها وبنحبها بتاعة عوالم مارفل، زي سبايدر مان وايرون مان وهالك والافينجرز. فلازم بعد كل ده نفهم ايه الظروف اللي اتكتبت فيها فانتاستيك فور وقصتهم ايه، وخصوصا ان في فيلم ليهم نازل قريب، فانتاستيك فور ذا فيرست ستيبس، ولعل يكون حظه احلى من اللي سبقوه. فخليكم معايا عشان تعرفوا الحكايه كلها. اهلا وسهلا بيكم في الحكايه، وانا يوسف عزت. احنا دلوقتي في سنه 1954، في مظاهرات كبيره في الشوارع الامريكيه بتطالب بمنع مجلات الكوميكس من انها تتباع للاطفال والمراهقين. لو ركزتوا اكتر شويه هتلاقوا تجمعات كبيره من المواطنين الامريكان وهم بيحرقوا مجلات الكوميكس في الشارع، مع دعوات قويه لمقاطعه اي مكتبه او سوبر ماركت بيبيع النوعيه دي من المجلات. وكل ده بعد ظهور كتاب اسمه Seduction of the Innocent لطبيب علم النفس فريدريك وارثم، واللي اثبت فيه على حسب نظريته ان ازدياد معدلات العنف والجرائم بين الاطفال والمراهقين الامريكان كانت بسبب القصه اللي مكتوبه في مجلات الكوميكس. قبل صدور الكتاب ده كانت مجلات الكوميكس بتعيش عصرها الذهبي بلا شك، فكانت مبيعاتها اكبر من اي كتب او جرايد. في الفتره دي مبقاش الامريكان متحمسين قوي للابطال الخارقين زي الاول، وفي سببين مشهورين قوي عند المؤرخين لمجلات الكوميكس بيفسروا التغير المزاجي ده. اولهم بيقول بان الشعب الامريكي بعد هولات الحرب العالميه الثانيه، واللي هم خرجوا منها منتصرين، ولكن كانوا مجهدين بعد استنفار نفسي واقتصادي وعسكري دام لمده 3 سنين. وبقى الشاغل الاكبر عند المجتمع الامريكي هو انهم يرتبوا نفسهم تاني مجتمعيا واقتصاديا مع عوده الجنود لاهاليهم. فتركيزهم بقى على الحياه الطبيعيه ومشاكلها اليوميه بعيدا عن عالم الخوارق وصراعاتهم الخيريه. والتفسير التاني كان ان الشعب الامريكي بعد ما عرفت بقوه القنبله النوويه حسوا ان الواقع فيه حاجات اقوى بكتير من الابطال الخارقين. وبسبب الاسباب دي او غيرها بدات فعلا الشخصيات الخارقه تتوقف عن النشر، لان محدش بقى بيشتريهم. حتى كابتن امريكا اتوقف نشره، ويمكن مبيعات سوبرمان وباتمان ووندر وومن فضلت معقوله شويه. مجال الكوميكس موقفش، وبدأ الأمريكان في التوجه إلى استهلاك القصص الرومانسية والرعب والبوليسية والكاوبوي. ومحدش يقدر ينكر إن فعلا كان في مبالغة في العنف والمواضيع الجنسية في القصص. مع ظهور الكتاب وتبني أغلب الأمريكان لفكرته عم الغضب الشعبي أمريكا، واللي أجبر الكونجرس إنه يتدخل. وفعلا كان على وشك إنه يطلع قانون بمنع مجلات الكوميكس من التداول تماما في أمريكا، إلا إن ناشرين مجلات الكوميكس قدموا حل وسط بانه يتم وضع كود او قواعد ايه اللي مسموح بيه يتعمل في مجلات الكوميكس وايه اللي ما يتعملش، ويتم تشكيل لجنه لمراقبه التزام مجلات الكوميكس بالقواعد دي. والمجله الملتزمه بالقواعد هتاخد ختم بكده، وساعتها يبقى امان تتباع. بالحركه دي فعلا بتهدى الهوجه وبترجع مجلات الكوميكس تتباع تاني. بس طبعا مع الرقابه الشديده ما بقاش المؤلفين يحاولوا يجربوا افكار جديده او يغامروا، وتحولت المجلات كلها لحكايات ساذجه بتلعب في المضمون. وانهارت مبيعات مجلات الكوميكس تماما، وانتهى العصر الذهبي للكوميكس واللي كان بدأ مع نزول العدد الأول لسوبرمان سنة 1938. وعشان تتخيلوا حجم انهيار المبيعات، مارفل كوميكس لوحدها اللي كان فيها ستانلي كانت بتبيع قبل ظهور الكود ده 15 مليون مجلة شهريا، وبعد ظهور الكود نزل الرقم إلى 2 مليون. وطبعا قفلت دور نشر كتير، حتى مارفل كوميكس سابت المكتب الفخم اللي كانوا فيه ونقلوا لمكتب صغير في حواري نيويورك. ومشى مارتن جودمان الناشر ومالك شركة مارفل وقتها كل الرسامين اللي موجودين، وما فضلش إلا ستانلي، واللي بيضطر يجيب فريلانسرز رسامين بالقطعه عشان يرسموا القصص اللي كان بيكتبها. وفضل ستانلي يتحايل على الكود عشان يعرف ينشر. وشاف ستانلي مع الوقت ان سكه الخيال العلمي بتعدي من الكود بسهوله، فبدا يشتغل عليها. والموضوع مشي معاه. الكلام ده كان في اواخر الخمسينات. ومع شويه الرواج ده قرر يعين معاه 2 رسامين، جاك كيربي
اللي هيبقى ليه دور كبير في ظهور اغلب شخصيات مارفل زي ما احنا عارفينهم، واللي كان وقتها مش بيشتغل بعد ما ساب الشغل مع دي سي كوميكس. واول ما ستانلي عرض عليه الشغل وافق فورا. وبرضه رجع ستانلي رسام تاني كان اشتغل معاه فتره اسمه ستيف ديكو. الثلاثي ده هيغير تماما مسار مجلات الكوميكس في الستينات، وعلى ايدهم هيتشكل شكل العصر الفضي لمجلات الكوميكس. المؤرخين بقى بيحددوا بداية العصر الفضي لمجلات الكوميكس من 1956 إلى 1970، لأن على 1956 ما كانش فيه أي شخصية خارقة في مجلات الكوميكس إلا سوبرمان وباتمان ووندر وومن، وكلهم تبع دي سي كوميكس. وفي مغامرة مجنونة بتقرر دي سي كوميكس إنها تحيي شخصية كانت موجودة في العصر الفضي وزي بقية الشخصيات كانت ماتت في أوائل الخمسينات، شخصية فلاش. وبتعيد تصميمه وتلوينه، وبيطلع فلاش على غلاف مجلة شو كيس رقم 4. غلاف وقتها كان جديد في فكرته. وبيرجح المؤرخين ان نجاح فلاش المفاجئ والكبير كان وراه ان الامريكان وقتها مع حالة الرواج الاقتصادي وبداية الامريكان دريم او الحلم الامريكي وسياق الصعود الى الفضاء، بقى الامريكان موهومين بالسرعة والقوة. وجي فلاش لعب على الحتة دي فلقط مع الجمهور، وبيطير العدد من على الرفوف. وبتبدأ تاني عودة الأبطال الخارقين لصفحات مجلات الكوميكس. وبتشتغل دي سي على كام شخصية قديمة زي جرين لانترن وأكوامان وأتوم، وكلهم بيتباعوا كويس جدا. وبكده بيبدأ العصر الفضي لمجلات الكوميكس، وبتوصل دي سي لذروة نجاحها في مارس 1960 لما بتعمل القصة الأولى لجاستس ليج اوف أمريكا على غلاف مجلة ذا بريف اند ذا بولد رقم 28. وكانت إحياء لفكرة قديمة في العصر الذهبي، وكانت قايمة على تجميع أبطال دي سي كلهم في حكاية واحدة، وبتنجح الفكرة نجاح مهول. هنا بقى مارتن جودمان مالك مارفل اللي كان بيحب يجري ورا الترندات راح لستانلي وطلب منه يعمل مجلة كوميكس عن مجموعة أبطال خارقين زي دي سي. وبيعترض ستانلي بيقول له ما اقدرش اعمل زي دي سي لاننا ما عندناش ابطال خارقين كتير زيهم، وان لو عاوزين ننجح لازم نعمل حاجة مختلفة، حاجة مش عاملاها دي سي. لازم نعمل ابطال عندهم روح وقريبين من الناس، مش الابطال المثاليين المرسومين بتوع مجلات الكوميكس المعتادين. فمارتن جودمان بيقول له اعمل اللي انت عايزه طالما فيها فريق من الابطال الخارقين وهتجيب فلوس، انت حر. بس لو فشلت انت عارف مين اللي هيدفع الثمن. وبيمشي ويسيبه. بيرجع ستانلي محبط لبيته وخايف من المخاطرة، وخصوصا انه اتربى في بيت كان الاب فيه عاطل عن العمل، وكانوا دايما عندهم ازمات مالية متكررة. وهنا بتلعب مراته جوان دور مهم، بانها بتشجعه وتقول له ان انت كده كده مش مبسوط، اعمل اللي انت مقتنع بيه ويحصل اللي يحصل. وبسبب جوان كليتون بتتكتب فصول جديدة في مسار مجلات الكوميكس، وده حصل بظهور العدد الأول من فانتاستيك فور في نوفمبر 1961. الشخصيات اللي بقوا علامة فارقة في تاريخ شخصيات الأبطال الخارقين والكوميكس عامة. وبقى بيتقال الكوميكس ما قبل الفانتاستيك فور وما بعد الفانتاستيك فور. طب بعد ده كله مين هم الفانتاستيك فور وايه قصتهم؟ اخد بس بور القهوة ده واقول لكم. هم كانوا مجموعة من 4 أشخاص، واحد وأخته جوني وسو ستورم، واللي كانت مخطوبة ريد ريتشارد، والرابع كان صاحب ريد من أيام الجامعة بين جرام. وكان ريد ريتشارد عالم عبقري، وكان مخترع مركبة فضائية، وبيقرر ياخد معاه خطيبته سو وصاحبه بن لما الفريق اللي كان هيطلع معاه اعتذر في آخر لحظة. وأخو سو جوني أصر يطلع عشان يحمي أخته من أي مخاطر، وفعلا طلع معاهم. وهم في الفضاء بيتعرضوا لإشعاع كوني بيدمر المركبة الفضائية وبيرجعهم تاني إلى كوكب الأرض. ولكن من حسن الحظ أو سوءه الإشعاع الكوني ده بيديهم قوة خارقة. فريد ريتشارد اللي هو أذكى واحد في الفريق والقائد بتاعهم بيحصل على قدرة إنه يمدد جسمه بأي شكل أو طول، وسمى نفسه مستر فانتاستيك. سو ستورم خطيبة ريد ريتشارد بتبقى الانفيزبل جيرل او انفيزبل وومن، واظن باين من اسمها ايه قدرتها انها تختفي وتظهر بمزاجها وتقدر تخلق طاقة من اي جسم قدامها. اخو سو جوني ستورم بيقدر يحول جسمه لكتلة من النار ويتحكم في النار دي، وممكن يطير وهو في الحالة النارية دي، وبقى اسمه ذا هيومن تورش. والصديق الأقرب لريد بين جريم، والشخصية اللي لاقت النجاح الأكبر، اتحول تماما إلى كتلة من الأحجار، وبالتالي بقى عنده قوة جبارة وبقى اسمه ذا ثينج.
والجمال بقى هنا إن كلهم شخصيات جديدة، مش إحياء للشخصيات من الماضي زي دي سي. والقراء عرفوا من أول عدد جابوا قوتهم الخارقة منين، وده كان غير معتاد وقتها. الأربعة كان عندهم عيوب وصراعات داخلية وأخطاء. فريد ريتشارد مثلا كان أناني وبارد وأحيانا بيسخف على خطيبته سو ستورم، واللي كانت بتتناقر كتير مع أخوها، ودايما في صراع ما بين التوازن بين واجباتها كست ودورها في إنقاذ العالم. جوني ستورم كان متهور وساخر جدا. بين جريم أو ذا ثينج كان دايما مكتئب وغاضب، لأنه كان مش متقبل تغير شكله تماما على عكس بقية الفريق. ناس عادية بمشاكل عادية واتفرض عليهم قوة خارقة. مع الوقت بدأوا يستغلوه في الخير. بالإضافة لكل ده كانوا أول شخصيات خارقة بدون أقنعة الناس عارفة وشوشها الحقيقية، وكانوا بيطلعوا في التلفزيون وعلى إعلانات في المجلات، وده كان عكس السائد وقتها في عوالم الأبطال الخارقين. أفكار جديدة تماما على عالم الكوميكس، وده كان حلم ستانلي في الحقيقة. أبطال خارقين بس بشخصيات حقيقية ليها عمق وصراعات وأخطاء زي الناس. ومع نزول العدد الأول اتقلب عالم الكوميكس، والناس اتجننوا حرفيا على الشخصيات الكبار قبل الصغار. وكان تعليقهم انهم حسوا ان اعضاء الفريق دول كانهم اصحابهم وزيهم. ومش بس كده، الفانتاستيك فور كمان كانوا اول ابطال خارقين يبقى عندهم قصص بتنزل على اجزاء، لان كان المعتاد وقتها ان قصه الابطال الخارقين بتبدا وبتنتهي في نفس العدد، واللي زود الاقبال على شراء اعداد مجلات الفانتاستيك فور. ولاول مره مارفل في تاريخها بيبدا يجي لها بريد قراء وكلها اشاده بالشخصيات الجديده، وبيسيب مارتن جودمان مالك مارفل ستانلي يعمل اللي هو عايزه. وبيشتغل ستانلي في كتابة كل الشخصيات المعروفة في مارفل بعد كده. وكانت أهم ميزة في الشخصيات دي إنها شخصيات طبيعية ناضجة، ليها نقاط ضعف، بتغلط وبتزهق وبتغضب، وفي نفس الوقت مسؤولة وبتفضل تحاول تحسن من نفسها. ومع نجاح نهج مارفل وتحول شخصياتها إلى أيقونات شعبية، اضطرت مجلات الكوميكس التانية إنها تتبع نهج مارفل في تحويل شخصيات الأبطال الخارقين إلى شخصيات القارئ ممكن يحس إنها قريبة منه. رغم النجاح الضخم ده في عالم مجلات الكوميكس، الا ان الفانتاستيك فور ما كانوش موفقين خالص في عالم افلام السينما. فاول فيلم اتعمل عنهم كان سنه 1994، وكان المنتج اضطر يعمله عشان يحافظ على حقوق الملكيه بتاعته، فكان معمول اي كلام وما اتعرضش اصلا. 2005 اتعمل فيلم ميزانيه كبيره، ولكن الفيلم ما نجحش وتم انتقاده. في 2007 اتعمل فيلم فانتاستيك فور ذا رايز اوف ذا سيلفر سيرفر، وكان زي جزء تاني للفيلم اللي قبليه، لانه كان بنفس فريق التمثيل، وبرضه لم يلاقي اي نجاح. وبعد كده اتعمل فيلم تاني سنة 2015، وخد برضه انتقادات وهجوم يمكن اكتر من الفيلمين اللي قبله. والفيلم الجديد اللي نزل السنة دي كانوا شغالين فيه من 2020، وتعثر اكتر من مرة الى ان خلص ونزل في السينمات اخيرا في يوليو 2025. ودينا هنشوف هيكون حظه احلى من اللي قبليه ولا لا. حاجة أخيرة قبل ما أختم، الشرير اللي في الفيلم الجديد جالاكتس كان أول ظهور ليه في قصص فانتاستيك فور كان في مارس 1966. وهو في القصص مش شرير جاي يحكم العالم أو يدمره، على قد ما هو ببساطة تغذيته عبارة عن إنه ياكل الكواكب باللي فيها. ومن هنا بيتخلق الصراع بينه وبين أبطالنا. وأخيرا وليس أخيرا، لو عايزين تعرفوا أكتر تفاصيل عن مارفل وستانلي هتلاقوني عامل عنهم 5 فيديوهات، فابقوا شوفوهم واكتبوا لي في الكومنتس رأيكم في الفيلم لو شفتوه. ما تنسوش اللايك والشير والسيف والسبسكرايب لو انتم على اليوتيوب.